مؤمل رؤوف، مؤمل يضع الكرة في الشباك، ممتازة من مؤمل، والكرة في مرمى حسين عبد الهادي. هدف أول يسجل لصالح بلدية البصرة. 1 بلدية البصرة لا شيء الجيش، في انتظار رد الوصيف على هذا الهدف، على هذا التقدم. هنا المحاولات تأتي والفرص لصالح لاعبي فريق الجيش في انتظار هدف. هنا المحاولة، كاميرون على كرة وعلي صلاح والدخول ممتاز، ويا سلام على تصدي حارس المرمى، وقف صامدا وكأنه جبلا. رد سريع وممتاز، وهنا المحاولة والدخول والكرة في المرمى. إذن يسجل هدف 2-1 في هذه اللحظات. الجيش متخلف أمام البلدية ب2-1، والمحاولات الآن أسامة سامي مع بلال إبراهيم هما من يقودان المباراة، ورمية جزائية جديدة. 2-1 في هذه اللحظات، تقدم لبلدية البصرة 2-1 للجيش. بداية قوية، بداية غير متوقعة، والمحاولة الآن وفي الهدف، كرة في الهدف. ثلاثة واحد. محاولات مرة أخرى، البلدية دخل المباراة بقوة، وهنا الهجوم، مخالفة 9 أمتار يشير إليها حكم المباراة، مخالفة 9 أمتار. بينما هنا علي صلاح، تمريرات ما بين لاعبي الجيش، فرصة للتوغل والدخول، لكن دخول بقوة وبالتالي يمنع الوصول. ممتازة مع بداية رائعة لبلدية البصرة. هل يستمر التقدم؟ وتصدي ممتاز من حارس المرمى، تصدي ممتاز من حارس المرمى في هذه اللحظات. تصدي رائع. محاولة مرة أخرى، عملية الدخول من جانب لاعبي بلدية البصرة، مخالفة في هذه اللحظات. علي أو مرتضى عمران أراد الدخول لكن منع في هذه اللحظات. واو، تصدي ممتازة أيضا في هذه اللحظات من حسين عبد الهادي حارس مرمى الجيش. وهنا محاولة لهدف، والكرة تسجل في هذه اللحظات، وربما الحكم أعلن عن مخالفة ولم يحتسب الهدف لأن الصافرة سبقت الهدف، لذلك تبقى النتيجة 3-1. البلدية إلى الآن في حال أفضل، وبداية رائعة من جانب كتيبة المدرب السيد علاء كاظم. بلدية البصرة الآن يحاولون تسجيل هدف رابع، عملية الدخول، التمرير ممتاز. هنا الضغط، الجيش بكامل العدة والعدد يتراجعون، لكن حذاري من المرتدات. الآن تناقل كرات ولهدف ثاني، عودة الجيش تأتي الآن، وعلي صلاح يسجل الهدف. علي صلاح حامل الرقم 44 يسجل الهدف الثاني للجيش. فرص لم يستغلها لاعبي بلدية البصرة، لذلك يعاقبهم فريق الجيش في هذه اللحظات. هنا المحاولة، الفرصة، المخالفة
المخالفة تأتي الآن. الجيش بألوانه الحمراء المعهودة، مرتضى علي يعطي إصرار كبير لفريق بلدية البصرة ويسجل هدف رابع. 4-2 الآن، 4-2، وبلدية البصرة ما شاء الله تبارك الله بداية أكثر من رائعة أمام فريق ممتاز بحجم الجيش. هنا المحاولات الآن من جانب الجيش للعودة إلى المباراة. محاولة الآن لصالح فريق الجيش، مخالفة 9 أمتار، مخالفة 9 أمتار. هنالك مخالفتين لهما أهمية كبرى في كرة اليد. على الخط المتقطع الأبيض تسمى مخالفة 9 أمتار، مع المخالفة الثانية التي تعتبر ضمن منطقة الحارس في منطقة 7 أمتار ما بعد خط 7 متر. هنا لو لم يسمح للاعب الدخول إليها عن قرب سيعلن الحكم عن رمية جزائية للفريق الذي كانت لديه المحاولة. بلدية البصرة من أجل ضرب حصون الجيش بأهداف مبكرة والضغط على الكتيبة الحمراء في محاولة. يسجل بصري آخر جميل، عباس حسين، ويبدو أن المباراة في طريق مظلم على الجيش. الهدف الخامس لبلدية البصرة، 5-2 الآن، 5 لبلدية البصرة مقابل 2 للجيش. الفارق يصبح 3، ويا ليت الثلاثة يصبحون 5-6، لكن رد ممتاز وهدف جميل جدا عن طريق علي صلاح، يسجل ولا يتمكن من ردها حارس المرمى. 5-3 الآن، يقلص الفارق إلى 2، لا 5 ولا 6 ولا أباني، في ظل عودة الفرسان، في ظل أن يتواجد فريق الجيش في اختيارات الهجومية. محاولة وهدف، لكن الحكم قبل الهدف أشار إلى مخالفة 9 أمتار، واعتذار من الخلوق مرتضى علي، يعتذر في هذه اللحظات. مرتضى علي يعتذر، ورمية 9 أمتار. هنا كرة، مرتضى داخل بقوة، ورمية 7 أمتار. الرمية الجزائية الآن يحصل عليها لاعبي بلدية البصرة للمرة الثانية في المواجهة، ومؤمل رؤوف على التنفيذ، مؤمل على أمل تحقيق هدف يقلص أو يزيد الفارق، يعيده إلى 3. مؤمل رؤوف، مؤمل وحسن، مؤمل في المرمى، الكرة في المرمى، والهدف السادس، الهدف السادس. ويبدو أن الحكاية كبيرة اليوم على نادي الجيش، يبدو أن القصة صعبة، والرحلة لم يعود فيها الجيش سالما إلى بغداد. إذن كتيبة المدرب السيد ياسر جاسم على طريق مظلم في رحلتها إلى البصرة، وبعد تقريبا 10 دقائق من نهاية أو من بداية الشوط الفريق يتلقى 6 أهداف، جرأة كبيرة. ويبدو أن المباراة الفيصلية على الوصافة للجيش أمام الحيث أرهقت الجيش كثيرا. رمية وهنالك إبعاد في هذه اللحظات لمؤمل رؤوف. الحكم أشار إلى إبعاد لمدة 2 دقيقة، ولدقيقتين سيبقى فريق بلد.
لصالح لاعبي فريق بلدية البصرة. أغلبهم لاعبين شباب، مؤمن رؤوف ومجتبى جبار، هذه الأسماء التي دخلت المباراة بقوة. أنت تلعب في أرضنا، نحن نلعب ما بين جماهيرنا في أجواءنا المحببة، لذلك عليك أن تخضع إلى ضغطنا، هكذا يقولون، وهذه مخالفة، هكذا الأمر. محاولة ممتازة فيها كل شيء، وهنا الكرة مفقودة، فيها مرتدة، فيها مرتدة، يا لعيب يا لعيب يا لعيب، علي يسجل، وعلي صلاح يقلص الفارق إلى 2. 6-4 في كرة مرتدة ممتازة استغلها علي صلاح ليسجل الهدف الرابع للجيش. إذن 6 بلدية البصرة، 4 الجيش، ونتمنى أن تستمر الأهداف في هذا الشوط. هنا محاولة، والكرة فيها ضغط من جانب لاعبي فريق بلدية البصرة، والتصدي راح. المحاولة كانت وتصدي راح، لم يأتي هدف. كاميران أسد الله في كرة، الإيراني يحاول ولم تأتي معه. نمر إيراني في تشكيلة وخيارات مدرب الجيش. ضغط الآن كاميران ولا يمنعوه من التوغل. النقص العددي سيؤثر كثيرا على لاعبي بلدية البصرة. يأمل المدرب السيد علاء كاظم بأن يبقوا متقدمين بفارق حتى دخول اللاعب. ولا لا 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 أبدا 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 غير متوقعة. إذن بالسلامة لعلي صلاح، تعرض للدفع، واعتقد الورقة الحمراء خرجت، الورقة الحمراء اعتقد خرجت على مرتضى علي، أو نعم بالفعل طرد في هذه اللحظات بالورقة الحمراء. هنا محاولة، المخالفة والرمية الجزائية لصالح نادي الجيش. رمية الجزاء، محاولة تقليص الفارق إلى هدف. عين على حارس المرمى، وعين على من؟ على المنفذ أسد الله. الإيراني ضيع، وكاميران يضيع في هذه اللحظات. لا والله الذي ضيع هو أسامة رفعت. الكبار بدأوا يضيعون في ظل الطرد، في ظل النقص العددي. الآن يبقى بلدية البصرة ب6 لاعبين. عقيل يستلم كرة، عقيل جاسم مع التمرير. الآن كرة وصلت إلى مؤمل جبار. من يخترق؟ من يخترق الحصون؟ ومؤمل رؤوف يحصل على مخالفة 9 أمتار. 6-4 هكذا هي النتيجة. نحافظ على الكرة. هنا مخالفة، اعتراض للطريق، والحكم يشير إلى المخالفة. في هذه اللحظات حكم المباراة أشار إلى مخالفة 9 أمتار. عملية تنطيط بالكرة ممتازة من جانب لاعبي الجيش. سيد مخلص عبد العباس هو من يقود بلدية البصرة في هذه المباراة. هنا مخالفة 9 أمتار. سيد علاء كاظم أصبح رئيس الاتحاد الفرعي في البصرة، رئيس الاتحاد الفرعي لكرة اليد، لذلك ترك الفريق. هنا المحاولة مع مخالفة. كاميران أحسد الله في كرة تنتقل. يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي،
من مثل علي، وعلي يسجل الخامس. 5 أهداف كلها سجلها علي للجيش، و5 مقابل 6. لا ننادي باسم لاعب يسجل في الجيش غير علي صلاح، هذا علي الممتاز يسجل الآن. محاولات لصالح فريق بلدية البصرة، مدة الشوط نصف ساعة، وإن تعادل الجيش فريق بلدية البصرة سيكون في وضع صعب. هنا محاولة ذهبت إلى الخارج، سرقة الكرة والصافرة من الحكم. هي التي أنقذت الموقف. تألق علي صلاح لاعب المنتخب العراقي للناشئين كرة اليد في هذه المباراة. هنا مخالفة، هفة البريق لبلدية البصرة الذي دخلوا فيه المواجهة. السابع يسجل الآن أيضا مرتضى علي، هو الذي يتألق في هذه المباراة ويسجل. رائعة جدا. تصدي ممتاز، هو مخالفة 9 7-5. النتيجة هي 7-5. مباراة فيها ندية كبيرة، يعني أنت تواجه المتصدر فريق بلدية البصرة عنده انتصار وحيد. والسليمانية 10-0. كاميران 7-6 الآن، يقلص الفارق. لهدف ما بين الفريقين. محاولة لتسجيل هدف، مخالفة يشير إلى حكم المباراة، وإبعاد لدقيقتين يأتي على عقيل جاسم. حكاية ال6 لاعبين تستمر. محاولة وفي المرمى. 7-7 الآن عن طريق اللاعب رقم 96 في نادي الجيش، أو رقم 90 علي محمد جودي هو الذي سجل. 7-7 تعادل في هذه اللحظات. مرتضى علي التفاف لتقدم جديد، والمخالفة الآن. بلدية حصل على انتصار وحيد أمام السليمانية الذي انسحب من المباراة بسبب تغيير القاعة. الآن بطاقة صفراء تأتي على مدرب الجيش. ضغط الآن من جانب لاعبي بلدية البصرة في هذه اللحظات. ومخالفة 9 أمتار. تأتي في هذه اللحظات مع محاولات من جانب لاعبي بلدية البصرة. هي كرة لهدف مرت، والمخالفة الآن رمية 7 أمتار
تأتي الآن لصالح الواضح أمامك على الشاشة محمد طلعت. لاعبين طموحين في بلدية البصرة، شكل الطموح كبير عند اللاعبين. الآن محمد طلعت في مواجهة حسن أو حسين عبد الهادي وطلعت لتقدم جديد. لا والله هذا مؤمن رؤوف عطى في المرمى ويسجل الهدف الثامن لصالح الجيش في هذه اللحظات. ممتاز. فريق بلدية البصرة، أو عفوا ثامن لبلدية البصرة. بلدية البصرة الفريق الذي يرتدي الألوان الصفراء هو الذي سجل الهدف الثامن. الجيش 7 بلدية البصرة 8. هنا محاولة التعادل عليه والعارضة ورمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار في هذه اللحظات في 10 دقائق الأخيرة وبعض الثواني على نهاية الشوط. والجيش 7 بلدية البصرة 8. أتمنى من الإخوان في سي جي تصحيح النتيجة. وهنا محاولة التعادل 8-8 الآن. الجيش 8 بلدية البصرة 8. محاولات مستمرة مع التعادل ب8 أهداف لكل فريق. مرتضى علي يحاول ضغط الآن. مرتضى يريد أن يعيد البلدية للتقدم. مخالفة لصالح لاعبي الجيش. مع بداية الهجوم كاميران أسد الله الإيراني ضغط وتسديده من كاميران، لكن يا عيني على مرتضى علي، يا عيني ما شاء الله على مرتضى. هنا محاولة تقدم للجيش ورمية 9 أمتار. أسامة سامي كان قريب مباشرة نشر بالمخالفة. فريق بلدية البصرة الغائب عن أحداث الدوري في الموسم الماضي. علي رعد حاضر. بالرقم 20 المحاولة الماضية لاعب المنتخب الوطني. لاعب مميز. هنا 9 الجيش 8 بلدية البصرة مع 9 التعادل في أي لحظة يأتي وأتى الآن 9-9. محاولات ممتازة. كاميران يحاول الجيش من أجل هدف 10 في هذه اللحظات. عملية الضغط مرتضى علي انتهى وقت الهجمة، انتهى الوقت. من دون تمرير ومن دون تنطيط انتهت ال4 ثواني. ومحاولة الآن مرة أخرى
لصالح لاعبي فريق بلدية البصرة. حاضر عباس صاحب، مرتضى علي يمرر، من يخترق؟ هذا مرتضى، هذا مرتضى، هذا مرتضى، حذاري واحذروا مرتضى الذي يحصل على المخالفة. مرتضى علي هذا أكبر لاعب في الفريق وأقدم لاعب في الفريق. الموسم الأول للسيد ياسر جاسم مع الجيش. هنا مخالفة حاضرة. هنا تأتي إذن المحاولة الآن بمخالفة، وأيضا حمل رقم 39 في فريق بلدية البصرة عباس صاحب هو من لاعبي منتخب الناشئين. وهنا مرتضى يحصل على المخالفة. على الشكر موصول للزميل العزيز حسام عبد الرضا الذي يفيدنا بكل المعلومات خاصة باللعبة. مدير المكتب الإعلامي لاتحاد كرة اليد. حقيقة الأشخاص القليلين الذين يحملون السيف الكبير بكرة اليد ويحتفظون بأرشيف هذه اللعبة، وعارف كل ما يخفى في هذه اللعبة. حسام عبد الرضا طاقات ناجحة في اللعبة على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الإداري والإعلامي. هنا هدف يسجل عاشر بالرقم 44 علي صلاح يسجل الآن، أعتقد هذا الهدف الثامن أو التاسع. علي صلاح اعتراض على وزن الكرة، إيقاف المباراة، وقت مستقطع، تايم أوت يؤخذ في هذه اللحظات من جانب مدرب فريق بلدية البصرة سيد مخلص عبد العباس. العودة بعد الوقت المستقطع الآن، أقل من 5 دقائق على نهاية الشوط الأول. و10 الجيش 9 بلدية البصرة. نتيجة المباراة حتى اللحظة تقدم الجيش بفارق هدف بعد إن كان الدخول القوي والتقدم لفريق بلدية البصرة. مرتضى علي يقود هجوم والتعادل. التعادل يأتي ممتازة جدا من جانب مصطفى جبار، دخل بقوة، سدد وسجل. والرحلة صعبة يا كاميرا. لا والله، لا والله يرفض الصعوبة كاميرا. 11 مقابل 10. الجيش يتقدم في محاولة الآن تصل لصالح لاعبي فريق بلدية البصرة. أصبحت الدقائق صعبة على لاعبي بلدية البصرة. الجيش أخذ استقراره في المباراة، قدم، وإذا أخذ هدف ثاني سيأخذ ثقة. وهنا في طريقهم لهدف ثاني كاميرا أسد الله الآن
نزل الكابتن القدير محمود رسول، شقيقة أيضا. المهيمن محمود رسول حارس المرمى. محاولات تنظيم اللعب، فرصة الآن بلدية البصرة. مرتضى، عملية دخول، اختراق والمخالفة، إبعاد لدقيقتين. هنا مجتبى جبار أرهق في هذه اللحظات، وإبعاد لدقيقتين يأتي الآن على لاعب نادي الجيش مرتضى علي. محاولة في تمرير الكرة، فتح الأطراف، لاعب الموجود في الزاوية هو الذي يعمل الضغط وينتظر حصول على الكرة في وقت يهرب فيه من المراقبة. هنا مرتضى علي أخطأ في تمرير الكرة، علي صلاح ينجح في التقاطها. اللحظات الأخيرة على الشوط، الجيش يعمل ضغط، تقدم حاضر. الجيش 12 مقابل 10 بلدية البصرة. قليل سجل الجيش هدف، تقدم الثاني طريق مصطفى محمود رسول، وهذا تقدم الثالث. 13 مقابل 10 النتيجة هي الآن. محاولات دخول والتصدي والمخالفة، مخالفة 9 أمتار. محاولات بلدية البصرة. إلى الآن الفريق يقدم مباراة كبيرة أمام متصدر الدوري. يا مرتضى يا مرتضى يا مرتضى، يا رائع يا فنان. والهدف 11 بلدية البصرة يسجلون الآن، بلدية البصرة يدونون الآن هدف، والمدرب بدأ يضغط. يقلصون الفارق إلى هدفين. ثواني الأخيرة على نهاية الشوط أيها الأحبة. آخر محاولة أم فيها حكاية جديدة لمرتدة أو لهدف 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 لهدف، والهدف عن طريق علي صلاح الذي يعرف المكان وطريق الهدف. 14 مقابل 12 في نفس اللحظة، هدف من هنا وهدف من هناك، وهنا لهدف آخر وجديد، وانتهى الوقت. أم ماذا؟ إذن أيها الأحبة أيها الكرام، الحكم أعلن عن صافرة ومخالفة في هذه اللحظات. سيد أسامة سامي محافظة ديالى من مدينة البرتقال، أسامة سامي الحكم الذي يدير هذه المباراة. الوقت انتهى، هنالك مخالفة، هنا يجب عليه التسديد المباشر، وآخر محاولة قبل الصافرة، آخر محاولة، مخالفة موجودة والوقت انتهى، وهنا عليه التصويب. أسامة رفعت ويتصدى حارس المرمى. إذن انتهت المواجهة في شوطها الأول مشاهدينا الكرام بتقدم الجيش على بلدية البصرة ب14 هدفا مقابل 12. استراحة قصيرة ونعود وإياكم إن شاء الله مع بداية ومطلع شوط المباراة الثاني.
اجيب سبع. عايش يلعب بالك؟
أيها الأحبة شوط المباراة الثاني ما بين الفريقين. هنا على بركة الله بدأ شوط 14 للجيش 12 للبلدية، هذا ما كان عليه شوط المباراة الأول. الآن كاميرون أسد الله في محاولة أولى. والمخالفة رمية 9 أمتار. وهنا المحاولة تأتي أعتقد في هدف. نشاهد اللقطة بشكل دقيق. هنا محاولة تأتي والفرصة حاضرة الآن. تمرير والضغط موجود على الجانب. تسديد وتصدي ممتاز. تصدي ممتاز. وفي هذه اللحظات هنا الجيش يتقدم إذن 15 مقابل 12. تقدم للجيش. الجيش سجل أول أهدافه في الشوط. في هذه اللحظات محاولات لصالح لاعبي فريق الجيش مرة أخرى. استقر فريق الجيش بعد أن كانت البداية قوية من لاعبي بلدية البصرة. أكيد خبرة لاعبي الجيش تتفوق على لاعبي بلدية البصرة. مرتضى علي ورمية الجزاء. سيد أسامة سامي قريب أشار إلى رمية 7 أمتار، وعلى الحارس محمد قاسم أن يتصدى لكرة أسامة. رفعت القائد يسجل. لاعب السابق للكرخ وديالا يسجل الآن. أسامة رفعت يسجل. تقريبا نحن الآن في منتصف المرحلة الأولى من الدوري. والتصدر كرخي يتصدر الدوري. إذن 16 مقابل 12 الآن النتيجة. اليوم أيضا مع هذه المباراة تقام مباراة الفتوة والسليمانية، وتصدي ممتاز. حارس المرمى يتصدى بشكل ممتاز في قاعة الفتوة. وقبل هذه المباراة بساعة بدأت مباراة المسيب مع ذي قار على قاعة المعهد الفني هنالك في قضاء المسيب. الجولة الماضية سجل 372 هدفا. وهنا تصدي ممتاز من الحارس. مباراة كبيرة جمعت في الجولة الماضية الجيش بالحشد، وانتهت بفوز الجيش بفارق هدفين أو بهدف 32 مقابل 31. تألق المباراة شهاب عبد الله لاعب الحشد. هنا المحاولات. أسامة رفعت هداف الجيش ب36 هدف، يقف سادسا في مرتبة الهدافين، واعتقد اليوم سيقترب من كرار حمود إذا استمر في التسجيل. محاولة مرتضى علي وتصدي ممتاز. تصدي ممتاز من الحارس. جميلة ورائعة في المرمى، ومعها هدف بهدف. إذن 17-13. فارق 4 الآن. ضغط ومحاولات
والمخالفة يقول فيها حكم المباراة. مرة أخرى الدخول ممتاز والكرة في المرمى. مباراتك يا علي صلاح يسجل في هذه اللحظات الهدف الثامن عشر. بدأ الجيش يأخذ زمام الأمور. جيش متأخر بمباراة عن الفرق الباقية. كرخ يتصدر ب18 نقطة من 6 مباريات، بينما الجيش ب15 من 5 مباريات. الحشد من 6 مباريات 15 نقطة، لكن حضور تهديفي كبير للكرخ، يعني 166 هدف للجيش و 235 هدف سجلهما الكرخ. قوة ضاربة في الهجوم، رمية 9 أمتار. اليوم مع هذه الأهداف الغزيرة. محاولة هدف والتصدي ممتاز. عبد الهادي يتصدى والكرة تذهب إلى الخارج. هنا انتظار الدخول ورمية 9 أمتار. المسيب فاز على ذي قار ب33 مقابل 35 بقيم من محافظة بابل. القاسم والمسيب في دوري النخبة هذا الموسم مع بلدية البصرة ونفط البصرة. ضغط يأتي الآن ومخالفة. عملية التسديد وممتازة ممتازة ممتازة. أسامة يسجل، أسامة رفعت يسجل هدف 19. تسلم فريق بلدية البصرة. الآن مخالفة. تنظر إلى جدول الدوري تشاهد يعني كرخ متصدرا ب18 نقطة، الجيش ثانيا. اليوم الجيش سيقترب من الكرخ في انتظار مباراة الكرخ يوم غد أمام الشرطة، في مباراة مهمة جدا وصعبة للكرخ. الشرطة الذي لم يخسر إلى الآن أيضا لديه 5 مواجهات، فاز في كل هذه المواجهات. الحشد في المركز الثالث، شرطة رابعا، ديالا في المركز الخامس، نفط البصرة في المركز السادس 9 نقاط لنفط البصرة، والكربلاء السابع أيضا و6 نقاط للفتوة والناصرية. قاسم 4، سليمانية 3، الكوفة 3، المسيب الآن أصبح 6، ذي قار نقطة. هنا محاولات والدخول، هدف جميل جدا، هدف جميل جدا يأتي الآن. حامل الرقم 2 هو الذي سجل الهدف، سجل عن طريق مؤمن رؤوف، والهدف 14 يسجل. خلص الفارق إلى 5 الآن. هنا محاولات وضغط الآن. تسديد وتصدي رائع. وهدف، الهدف رقم 20 يسجل عن طريق كاميران أسد الله. والدخول يأتي مع المخالفة، مخالفة لمرتضى علي.
مخالفة أخرى. عشرين 14 متبقي 19 دقيقة بالتمام والكمال. هل ينجح الجيش في زيادة الفارق؟ مخالفة. ضغط الآن من جانب لاعبي فريق الجيش. عملية توغل، حاضر التمرير، رفعت كان ينتظر دخول لاعب الزاوية. تمرير والتسديد، القائم يرفض، وكرة للبلدية. يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب مؤمن رؤوف، لكن حسين عبد الهادي حارس كبير رد الكرة. الحارس الذي رد الكرة حارس كبير. هنا ضغط مرتضى علي و في الاستلام. معها يأتي هدف، إذن يسجل الآن علي عباس هدف لفريق الجيش. مخالفة، واعتقد في ابعاد. يحصل حامل رقم 10 على المخالفة محمد الباقر علي. مرتد الآن في انتظار هجوم. وقت مستقطع يأتي الآن، يأخذه السيد مخلص عبد العباس.
العودة بعد انتهاء الوقت المستقطع. محاولة مع ضغط يأتي في هذه اللحظات. مرتدة تؤخذ سريعا، ضغط يأتي والمخالفة. حكم مباشرة يسير إلى مخالفة. بدأت المباراة تهدأ خصوصا بعد تقدم الجيش، والهدف يسجل. برافو، هدف ثاني على التوالي يسجل حمل رقم 9 علي عباس. مع إمكانية الرد لكن رمية الجزاء تحضر. أسامة سامي يقول رمية 7 أمتار. فرصة للخامس عشر. أوه، هذه المرة في الخارج من مؤمن رؤوف. تسديدة أخرى، استبدال حارس المرمى. أصبح هنالك تغيير على مستوى حراسة المرمى. ضغط والتسديد. يسجل الهدف، وهنا الرد من مرتضى، لكن 23-14. محاولات مع دخول وتسديد، لكن تصدي من حارس المرمى وإصابة. إصابة في هذه اللحظات. حارس شاب اشترك. منتخبنا الوطني خلال الأيام المقبلة سيسافر للجزائر المشاركة في بطولة الجزائر الدولية، مشاركة تركيا والعراق والجزائر من 26 من الشهر الحالي إلى 1 من كانون الثاني العام المقبل، في فترة التوقف الدولي كرة اليد. بالضبط، أعتقد مع الجولة التاسعة تلعب ويتوقف الدوري. مخالفة 9 أمتار.
وهنا تسجيل هدف، والهدف الخامس عشر لبلدية البصرة. يسجل الآن 24-15. عملية تناقل الكرات ومحاولة تسجيل أهداف للجيش ممتازة جدا، ممتازة جدا. وهنا الرد سريع، يا سلام، هدف بهدف. مجتبى جبار هدف ثاني على التوالي، رد مباشرة على هدف جعفر صباح. هنا مخالفة يشار إليها من جانب حكم المباراة. مع هدف جديد يسجل. هنا المحاولة، الحكم يطلب العودة إلى دائرة المنتصف وبداية اللعب مرة أخرى. إذن 26-16، لم يتبقى إلا القليل على نهاية المباراة. خبرة لاعبي الجيش تفوقت على إرادة لاعبي بلدية البصرة. هنا محاولة مرة أخرى، ضغط، تمرير، المرور، ومرتضى يسجل. لا والله، هذا الذي سجل مؤمن رؤوف. 16-17. هنا محاولات مستمرة وإلى الخارج. معها كرة جديدة وجميلة في المرمى، في المرمى. إذن هدف جميل جدا يسجل أيضا من عقيل جاسم، سجل أهداف كثيرة عقيل. هذا هدف جميل. أوه، في الشباك، يسجل أسامة رفعت. وهنا المرتدة أجل تسجيل هدف، لكن مخالفة، عرقلة اللاعب محمد الباقر علي. عملية ضغط، تسديد وكرة في الخارج. هنا يفقدون الكرة لاعبي بلدية البصرة. حارس المرمى يعود.
محاولة والهدف. يسجل هدف لفريق الجيش في هذه اللحظات. 5 دقائق الأخيرة على الختام. 28 مقابل 18، فرق 10. فيما هنا كرة تلعب إلى الخارج. أوه جميلة جدا من محمد، طلعت في هذه الكرة وهدف جميل جدا، مسافة بعيدة يسجل، يستغل الخروج والعودة لحارس المرمى. هنا ضغط ورمية 9 أمتار. لعب كرة جديدة ووصلت في هذه اللحظات إلى الخارج. ضغط أوه تسديد وتصدي، تصدي ممتاز. لاعبي بلدية البصرة الآن يحاولون على هدف، وهدف جميل. الأهداف الجميلة حاضرة وجميل من هذا اللاعب الشاب، يعني يسجل الهدف من رقم 19. هدف جميل جدا، جميل جدا أن تمتلك يعني نوعية لاعبين شباب تزج بهم في مباراة بغية التأقلم قادم. آخر الدقائق 21 29 للجيش، 21 لبلدية البصرة. هدفين سجلا على التوالي، وهنا الهدف رقم 30 للجيش. إصابة في هذه اللحظات، مرتضى علي دخلوا عليه بكثرة في الحالات. إذن الجيش يتمسك بالوصافة، يستمر وصيفا بعد هذا الانتصار، تساوى بالنقاط مع الكرخ والذي أصبح والذي لديه 18 نقطة هو الكرخ، والآن أصبح لدى الجيش 18 نقطة. مباريات الفرق فيما بينها الحاسمة، يعني الجيش إذا ما أراد دوري اليد عليه أن يفوز على الكرخ، وفاز على منافس مثل الحشد. أيضا الشرطة منافس، هؤلاء المنافسين هنا حاضرة. الأمور وبقوة مع مخالفة. مرتدة وهدف جميل جدا، هدف جميل جدا يتلقاه
مرمى الحارس رضا محسن، أهداف كثيرة تلقاها رضا. لاعبي بلدية البصرة فارق 10 أهداف، 31-21. ومحاولة أخيرة بعدها ينتهي كل شيء. التسديد وهدف. جميل الهدف، جميل الهدف، والهدف الثاني والعشرين. آخر محاولة الصافرة تأتي أيها الأحبة والمتابعون. مبروك للجيش على هذا الانتصار، إذن ينتصر بفارق 9 أهداف، 31 للجيش 32 لبلدية البصرة. الجيش يتمسك بكرسي الصدارة ويصل إلى النقطة 18، فيما بقي بلدية البصرة ب3 نقاط في مركزه 13 في انتظار المباريات القادمة. إلى هنا أترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء في مواعيد قريبة. دمتم في رعاية الله.